صوص بولونيز يستحق ان احنا نستناه بالساعات علشان يجهز. هقطع الخضار اللي هستخدمه قطع صغيره قوي، ممكن تفرموه خشن في الكبه لو هيكون ده اسهل لكم، بس الافضل ان احنا نقطعه قطع صغيره. انا استخدمت جزرايه كبيره وبصلايه كبيره و3 اعواد كرفس العود بس من غير الورق، قطعتهم برضو قطع صغيره خالص بالسكينه. في الطاسه اللي هسوي فيها حطيت 3 معالق كبار من زيت الزيتون ونزلت عليها كل الخضار اللي انا قطعته، ضفت عليهم 2 ورق لورا، للاسف الكاميرا مصورتهمش، وقلب في الخضار دقيقتين تقريبا لحد ما ينزل ميته ويبدا ان هو يدبل معايا. اول ما الخضار دبل هضيف نص كيلو من اللحم المفرومه، ويفضل طبعا يكون فيها نسبه دهن بتخلي الطعم احلى كتير. احاول بالمعلقه افضل افتت فيها علشان وهي بتستوي ما يبقاش عندي تكتلات، يعني تبقى اللحمه كلها قطع صغيره مفيش فيها قطع كبيره. مجرد ما كلها غيرت لونها وخلاص بدات تدخل في مرحله السوا، هنزل عليها بمعلقتين من صلصه الطماطم. ويفضل دايما في اي اكل نستخدم فيه صلصه معلبه ان احنا ننزلها تاخد تشويحه علشان طعم الماده الحافظه اللي فيها يروح. هضيف بعد كده كوبايه كبيره شوربه او مرقه ولتر من عصير الطماطم الفريش. البولونيز من الحاجات اللي كل ما بتطبخ اكتر على النار كل ما طعمها بيكون احلى واعمق. الوصفات الاصليه كلها هتلاقيها تقريبا بتقعد من 4 ل6 ساعات على نار هاديه جدا، بس احنا طبعا هنسيبها اقل من كده. بس الميزه في البولونيز ان احنا ممكن نعمل كميه كبيره جدا ونطبخها على نار هاديه وبعدها نحتفظ بيها في الفريزر تقعد معانا لمده سنه، او ممكن برضو برطمانات ازاز وتعمل لها سيلينج وتتساب بره التلاجة. انا هنا سبته ساعتين بس على نار هاديه خالص، وكنت كل نص ساعه تقريبا بفتح ليه لو الميه بتاعته نشفت ازود له ميه مغليه. التوابل اللي استخدمتها هي ملح فلفل اوريجانو وشطه طبعا لو عايزينها تكون حراقه. بشوف وصفات كتير ناس بتحط توم في البولونيز، بس التوم في الوصفه دي مش اساسي خالص، والطعم بالنسبه لي من غيره بيكون احسن. انا هنا سبت الصوص ساعتين وكان خلاص جاهز. في اخر 10 دقايق حطيت له ريحان فريش ونص كوبايه من اللبن. مهم جدا ان احنا نحط الريحان في الاخر خالص عشان لو حطيناه في الاول هيمرر ويبوظ معانا طعم الصوص. واللبن هنا مهم قوي، بيدي طعم كريمي وقوام اغنى، والمهم ان هو بيكسر اي حته موجوده في الطعم من الطماطم او الريحانه اي حاجه تانية. انا هنا خلاص الصوص جاهز، هشيل الريحان وورق اللورا اللي حطيته في الاول وكده خلاص جاهز. كنت مجهزه الاسباجيتي مسلوقه، حطيت عليها معلقتين زيت الزيتون، وانا ما بحبش المكرونه تكون بيضه، بحب يكون فيها صوص، فاختياري ممكن تحطوا عليها معلقتين من الصوص اللي احنا حطيناه او ممكن تكتفوا بس بزيت الزيتون. في اطباق الغرف بحط المكرونه وعليها طبعا اكسترا صوص بولونيز من اللي حضرناه. زوقوها بالطريقه اللي تحبوها، حبيت احط عليها عيدان ريحان بيدي شكل فريش قوي، والاكله دي عامه مش محتاجه حاجه جنبها، بس العيش بالثوم والجبنه جنبها بيكون خطير. وبس كده.